في ناس بتدخل بيتِك مش عشان تعيّد عليكِ ولا تبارك لِك بالشهر الكريم، دول داخلين ومعاهم نضارة مكبّرة ودفتر ملاحظات، أول ما تخطّي العتبة تلاقي عينيها رايحة على زوايا السيراميك وطرف السجادة، وتحط إيديها على الخشب عشان تشوف في تراب والّا لأ، وأهلًا بيكم في فيديو تجهيزات رمضان، والنهارده مش بس بنفرش البيت لا، 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 لأ، إحنا بنحط حدود لكل حد فاكر إن بيتنا مشاع لرأيه السخيف. أي نعم العاصفة الترابية عملت الصح معايا بعد الفيديو ده، بس يا بت مش مشكلة إحنا هنقعد الأسبوع ده كله لحد ما رمضان يبدأ وإحنا أصلًا بننضف عشان نحاول نحافظ إحنا هنلم بس التراب، هنلم التراب وإحنا ماشيين، بس مش هنعمل أكتر من كده. الواحدة مننا بتهد حيلها طول النهار عشان بس تطلّع سفرتها تشرّف كده وبيتها يفتح النِفس، وتيجي المنظراتية بكلمة واحدة تسمم بدنِك، تقول لِك: "يا حبيبتي المفرش ده موضته قدمت أوي، كنتِ جبتِ من التاني اللي طالع ترند." أو الأكل طعمه حلو بس لو كان ملحه بس زيادة سِنّة. أنا عايزة أقول للناس دي البيوت والله قايمة بستر ربنا وبجهد أصحابها مش بتقييمكم انتوا. اللي يدخل بيت حد يدخل بقلب نظيف وعين شبعانة يا إما يقعد في بيته أحسن. عارفة بقى الرد الشيك اللي يوقفهم عند حدهم؟ أنا لازم أقولك الرد لما حد ينظر عليكي في بيتك بصيله بابتسامة هادية وقولي والله يا حبيبتي أهم حاجة إننا مرتاحين في بيتنا ومبسوطين. الحمد لله النظافة دي بالدنيا والمظاهر دي أذواق وأنا ذوقي مريحني. أي نعم أنتِ هتاخدي عين محترمة بعد الجملتين دول، بس مش هتقعدي زعلانة وندمانة إنِّك أنتِ ما رديتيش. عايزاكم تطردوا الناس دي اللي طاقتها سلبية من حياتكم، رمضان والله شهر اللمة الحلوة والقلوب الصافية، مش شهر مين عامل أحسن من مين. النوعية دي من الناس بتبقى جاية كده بنفسية مش صافية أصلًا من البداية، بتبقى عايزة تطلّع فيكِ أي عيب عشان تريّح نقص أصلًا جواها، نقص داخلي، تلاقيها تقول لِك ده موضته إدمت، ده مش عارفة إيه، يا ستي يا موضة أنتِ، البيوت أسرار وراحة نفسية مش معرض موبيليا. أنا بافرش اللي يريّح عيني وأنا اللي قاعدة في البيت ده 24 ساعة مش أنتِ اللي هتيجي تشربي كوباية العصير وتمشي. بس خلّونا برضه نكون منصفين يا ولاد، لازم نكون منصفين، مش كل حد بيفتح بُقّه بكلمة يبقى قصده وِحِش، في ناس بجد سُكّارة بيبقوا كده داخلين بقلبهم قبل رجليهم، تلاقيها كده تقول لِك: "يا حبيبتي لو نقلنا الكرسي ده من هنا المكان هيوسع أكتر، المفرش ده يجنن بس لو حطيتِ معاه اللون الفلاني هينطق." دول بقى إحنا مش بنتكلم عنهم خالص، دول حبايبنا اللي غرضهم المساعدة، اللي عيونهم حلوة فيحبوا يشوفوا كل حاجة حواليهم حلوة، الناس دي بنسمع نصايحهم عادي وبنشيلهم فوق راسنا كمان. لإن والله النصيحة يا جماعة بتبان في نبرة الصوت، بتبان في نظرة العين، والعين الشبعانة بتبان، والعين اللي جواها نقص برضه بتبان. إحنا كلامنا النهارده على هواة التنظير اللي غرضهم بس يكسروا فرحتِك ببيتِك، يهزوا ثقتِك في نفسِك، دول لازم إن إحنا نحط لهم خط أحمر كده. شُفتوني وأنا باركّب cover المروحة؟ ما هو إحنا الجو ده إحنا مش فاهمين له حاجة، والله بجد كل شوية أشغّل مروحة شوية وأقفلها شوية. الجو بصراحة رهيب، وسبحان الله كل شوية أقول لمّا تقوم عاصفة كده أقول هينزل مطر بعدها، بس فجأة ما بالاقيش مطر بعدها، وبجد بازعل أوي، أوي، أوي. دايمًا كده كنا في السنين اللي فاتت متعودين لمّا بتيجي عاصفة ترابية تلاقوا المطر نزل بعدها تحسي إن هو بيغسل الجو، وبيغسل البيوت، وبيغسل الشجر. سبحان الله في كام عاصفة كده جُم برضه في الفترة اللي فاتت وبرضه ما نزلش وراهم المطر. فعلًا إحنا يا جماعة محتاجين أوي لصلاة الاستسقاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي، وبجد لو فعلًا حددوا لها وقت أو حاجة يعني يا ريت كلنا نعملها، يا ريت، ويا ريت كمان تبقى في المساجد كده وكل الناس تنزل تصلي، لإن إحنا فعلًا محتاجينها أوي، أوي، أوي يعني. هنا بقى قعدت أرتّب وأنضّف وأضبّط، وبصراحة أنا كنت مبسوطة وفرحانة. على فكرة لو خدتوا بالكم والناس اللي مركّزة معايا بقى من بدري، هتعرف إن أنا نقلت الشاشة، لو خدتوا بالكم أنا نقلت الشاشة. أي نعم هي مكانها باين أوي ولسه ما حطيتش براويز عليها عشان أداري الإخرام اللي موجودة في الحيطة، بس نقلت الشاشة وحطيتها ناحية البوفيه كده، وحطيت المرايتين بتوع البوفيه من الناحية دي ومن الناحية دي، وغيّرت كده. وهنا كنت باوريكم بقى إن الmaterial بتاعة المخدات دي كنت جايباها بجد وحشة أوي، 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 ما حدش يجيبها يا جماعة، هي أصلًا بتبقى رخيصة في السعر بس فعلًا بجد وحشة، يعني بتدخل يا دوب المخدة تدخل فيها تلاقيها اتقطعت أصلًا من كل ناحية. فلأ ما تجيبوهاش يعني عشان مش حلوة خالص، يعني ما تجيبوش حاجة في حاجات رمضان بالذات، ما تجيبوش حاجة تبقى سعرها قليل، لإن فعلًا بجد بتبقى الmaterial بتاعتها وحشة أوي. هنا المفارش دي أنا كنت جايباها السنة اللي فاتت، بس أنا أصلًا زي ما أنتم عارفين أنا كنت في عُمرة السنة اللي فاتت في رمضان، الحمد لله يا رب وربنا يكتبها لي تاني إن شاء الله، أنا وكل اللي بيسمعني دلوقتي.
ف فلمّا رجعت من العُمرة بقى فرشتها و ويعني كنا خلاص بقى تقريبًا نُص رمضان حاجة كده يعني، فاللي هو أنا برضه ما لحقتش أستمتع بيها أوي، ف فرشتها بقى تاني دلوقتي ما جددتش بصراحة، قُلت أنا أصلًا ما استمتعتش بالفرش اللي كان موجود السنة اللي فاتت، فأنا هاحطه هو السنة دي، بس جِبت بقى أنوار جديدة، جِبت حاجات كده للبلكونة، جددت برضه البلكونة، جِبت موكيت الأخضر ده. بصراحة حلو أوي، أوي، يعني أي نعم العاصفة قامت وأكيد اتبهدل دلوقتي وهاقوم أنفّض تاني وأعمل تاني، بس عادي أنا حبيت أغيّر شكل البلكونة بصراحة وأجددها، لإني ناوية إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله يا رب، هاقعد بقى في رمضان في البلكونة و وأتكلم بقى معاكم كل يوم، كل يوم عن حاجة كده نقرّب بيها أكتر لربنا، بصراحة متحمسة أوي، 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 مش قادرة أقول لكم ومبسوطة إزاي. وقولوا لي برضه إيه رأيكم في النظام الجديد، وإيه رأيكم في مكان التلفزيون؟ أنا حاسة إن هو كده أحسن لإنه واخد الreception كلّه، المرّة المكان الأولاني كان في جنب كده في الحيطة في جنب، وتلاقوا كنبة واحدة بس باصة عليه، وكلّه باصص بالجنب، لكن ده تحسّه كده واخد الreception كلّه، كلّه بيتفرّج، العين فاهمين؟ يعني مرتاحة كده. بُصّوا بقى شكل الreception بعد ما خلص، والله الراحة النفسية الحقيقية مش في الفرش الغالي، الراحة في إنِّك تكوني بجد راضية عن مجهودِك وتستقبلي ضيوفِك كده بضحكة حلوة. هنا بقى كافئت نفسي، ما رضيتش أعمل غدا النهارده، جِبت جمبري كده وسمك فيليه وكلت أنا وسليم ونزّلته النادي للتمرين، وبس كده، أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو اللي جاي، وما تنسوش تفتكروني في دعائكم كده وأنتم بتصلّوا في الأيام المفترجة اللي إحنا داخلين عليها دي، وبرضه صلّوا على النبي في التعليقات.